النهاردة هنتكلم عن كواليس فيلم فيلم يعتبر أيقونة في سينما الثمانينات بمصر، فيلم الباطنية، بطولة نادية الجندي، فريد شوقي، وطبعا أحمد زكي ومحمود ياسين. فيلم يعني علامة. المصدر الأساسي لينا هو مذكرات الكاتب الكبير مصطفى محرم، حياتي في السينما، ودي فيها كنوز بصراحة، أسرار كتير عن تحضيرات الفيلم ده بالذات. هنحاول نفهم إزاي عمل مهم زي ده اتعمل وسط كل الصراعات دي. والحقيقة الكواليس دي دايما بتدينا بعد تاني خالص غير اللي بنشوفه على الشاشة. يعني بتكشف حسابات واختيارات صعبة جدا أثرت بشكل مباشر على الفيلم اللي وصل لنا. بالظبط، والصراعات دي يعني نقدر نقول بدأت من قبل حتى ما الكاميرا تدور. يلا بينا نشوف إيه الحكاية. أول حاجة كانت اختيار الأبطال. كان في شبه اتفاق إن نور الشريف هو اللي هيعمل دور برعي، أيوة تمام. لكن المشكلة الكبيرة كانت في دور الضابط المتنكر. المخرج حسام الدين مصطفى كان شايف محي الدين إسماعيل هو الأنسب، لكن المؤلف مصطفى محرم لأ، كان مصمم تماماً على أحمد زكي. هنا بقى ندخل في منطقة غريبة شوية. جدا. تخيل إن نادية الجندي بطلة الفيلم والمنتجة كمان أصلا ما كانتش تعرف أحمد زكي. يعني معلومة صادمة بصراحة. معقول؟ ولما محرم حاول يفكرها بيه قال لها ده اللي كان في مدرسة المشاغبين، رفضته رفض قاطع. وقالت كلام آه كلام صعب قوي على شكله. يعني وصلت إنها قالت إنه شكله كأنه ما استحماش من سنة، حاجة مش طبيعية. هو طبعا تعليق قاسي جدا، لكن ده بيوضح أكثر الصدام بين رؤيتين: رؤية المؤلف اللي ممكن يشوف إن الشكل ده بيخدم الشخصية درامياً، ورؤية النجمة الكبيرة وقتها ومعايير السوق اللي ليها حسابات تانية خالص، ليها علاقة بالصورة الذهنية للبطل وقتها. صحيح، حسابات النجومية. بالظبط، مين البطل اللي يقف قدامها؟ كان الموضوع معقد. لدرجة إن مصطفى محرم كان خلاص هيسحب السيناريو لو نفذوش طلبه وجابوا أحمد زكي، كان متمسك بيه جدا. بس القصة ما خلصتش هنا، لسه في فصول تانية. أكيد. راحوا فعلا لنور الشريف وهو خلاص وافق على دور برعي ومستني بس يجيله العقد. يومين بالظبط ولقينا نادية الجندي بتسأل محرم سؤال غريب: مين فنيا أنسب للدور، نور الشريف ولا محمود ياسين؟ ده سؤال يجي متأخر قوي كده ليه؟ بالظبط، يعني بعد ما اتفقوا خلاص مع نور. طيب ومحرم رأيه كان إيه؟ محرم كان صريح، قال لها محمود ياسين فنياً ممكن يكون أنسب للدور ده بالذات، لكن أخلاقياً الموضوع صعب جداً بعد ما ادوا كلمة لنور الشريف. ورغم كده، رغم كده استقروا فعلاً على محمود ياسين. وده بيورينا بقى الديناميكيات القوة في الصناعة ماشية إزاي. قرارات النجم أو المنتج ممكن تغير كل حاجة في لحظة، حتى لو في اتفاقات. موقف نور الشريف بعدها مفهوم جدا طبعا، إنه زعل وقرر ما يشتغلش معاهم تاني خالص. والموضوع ما توقفش عند الكاستنج، لا ده امتد للسيناريو نفسه. المنتج محمد مختار ونادية الجندي طلبوا من مصطفى محرم إنه يزود حاجات على الفيلم. حاجات زي إيه؟ طلبوا منه يضيف جمل حوارية شعبية زيادة ورقص وغنى، يعني يعملوا توليفة نادية الجندي المشهورة وقتها عشان تضمن الإيرادات وكده. أيوة، الخلطة تجارية. تمام. محرم رفض رفض تام، قال لا ده مش في طبيعة العمل. وهنا بقى الصراع الكلاسيكي: رؤية المؤلف الفنية الأصيلة في مقابل متطلبات السوق ورغبة المنتج والنجمة في ضمان النجاح الجماهيري بعناصر يعني مجربة ومضمونة، كل واحد متمسك بوجهة نظره. لدرجة إنهم راحوا جابوا كاتب تاني شريف المنباوي يكتب لهم المشاهد دي مخصوص. محرم معرفش يسكت، رفع قضية عشان يوقف ده. ويا ترى كسبها؟ للأسف خسرها في النهاية، بس الدراما الحقيقية بقى اللي عدت كل ده حصلت في لوكيشن التصوير نفسه. إيه اللي حصل؟ حصلت خناقة كبيرة قوي، مش مجرد نقاش حاد، لا خناقة فعلا بين أحمد زكي ونادية الجندي ومحمد مختار. الكلام كبر ووصل لشتايم وإهانات. يا ساتر. والمصيبة الأكبر إن المنتج محمد مختار جوز نادية الجندي وصل بيه الموضوع إنه ضرب أحمد زكي وقال له كلام مهين جدا، وصفه بالكومبارس. موقف صعب جدا بصراحة. مش ممكن واقعة زي دي، يعني بغض النظر بقى عن التفسيرات اللي اتقالت بعدها بسنين، زي إن أحمد زكي كان بيعيد المشاهد كتير وده كان بيعطلهم وبيكلفهم فلوس. الواقع نفسها بتعكس حجم التوتر والضغط الرهيب اللي كان موجود، فعلا. لدرجة إن المخرج الكبير حسام الدين مصطفى نفسه ساب التصوير ومشي اعتراضاً على اللي بيحصل ده. ده دليل إن الوضع خرج عن السيطرة خالص. والمدهش بقى في كل ده إنه رغم الكوارث دي كلها الفيلم نزل وكسر الدنيا.
نجاح أسطوري محدش كان متوقعه بالشكل ده. إزاي يعني؟ الناس كانت بتقف طوابير مش طبيعية، وحصل زي مظاهرات قدام السينمات عشان التذاكر، لدرجة إن الشرطة اتدخلت تنظم الدنيا. موقف سريالي. لا، ده نجاح كبير فعلا. ومصطفى محرمة بيحكي موقف مؤثر قوي، إنه شاف المنتجة ناهد فريد شوقي بنت البطل فريد شوقي واقفة بتعيط بحرقة يوم العرض الخاص. بتعيط ليه؟ فرحانة بالنجاح؟ لا، العكس. لما سألها عرف إن السبب إن أبوها الملك فريد شوقي نفسه كان رافض يشارك في إنتاج الفيلم، لأنه أصلاً ما كانش مقتنع بنجاحه التجاري. متخيل؟ معقول؟ فريد شوقي نفسه؟ أيوة. والفيلم حقق حوالي 1,000,000 جنيه في أول فترة عرض، وده كان رقم يعني خيالي فلكي بمقاييس وقتها. سبحان الله، 1,000,000 جنيه في الثمانينات، ده مبلغ ضخم جدا جدا. بالظبط. يعني خلاصة القصة إن كواليس فيلم البطانية كانت عبارة عن دراما لوحدها، خناقات على الأبطال، تغيير ممثلين بعد ما اتفقوا، خلاف على السيناريو وصل قضايا، ومشاكل وضرب في التصوير. ورغم كل ده، نجاح تاريخي. نجاح تاريخي صاحق. قصة الفيلم ده بتفكرنا دايما إن ورا العمل الفني العظيم اللي بنحبه ممكن تكون في دراما تانية خالص بتحصل ورا الكواليس، ويمكن تكون الدراما دي أكتر إثارة من الفيلم نفسه. فعلا. وإن النجاح الكبير مش شرط خالص يجي من بيئة عمل هادية ومثالية. أوقات كتير العكس هو اللي بيحصل، من قلب الفوضى والصراع بيتولد عمل قوي ومؤثر. وده يمكن يخلينا نسأل سؤال أخير كده، هل ممكن تكون الشحنة العالية دي من التوتر والخناقات والصراع هي نفسها اللي اتسربت بطريقة ما للشاشة؟ هل هي اللي خلقت جزء من سحر الفيلم ده وجاذبيته للناس؟ سؤال مهم. يمكن الطاقة المتفجرة دي كان ليها دور غير مباشر في النجاح ده. بصراحة، سؤال صعب نلاقي له إجابة قاطعة.